السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ مع الصحيحه؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين المهمات الجداوات الحبيبات ديالي كاملين المتبعين ديالي؟ وما نساوش الجاليه المغربيه من داخل الوطن ومن خارج الوطن. تحيه لكم كبيره وكنسلم عليكم كاملين. ايوا صباحكم مبروك، تصبحوا تربحوا ان شاء الله. اليوم هذا فيديو جديد بغيت نشارك معكم، غندير معكم روتين خفيف وغنخرجكم معايا باذن الله. الا خرجت غنخرج الوليدات شحال ما خرجتهم مني يشدوا العطله ما خرجتهم فين. وكل ساعه لاصقيني خرجينا لواحد البلاصه كنقول لها المنتزه. المهم ان شاء الله غنخرجهم الى كتاب. المهم غنسوس مع هاد البيت نعاس غير لقطات خفيفه ظريفه، روتين خفيف ظريف. عاد غنخرج حتى هو غنشاركو معكم باذن الله. الخروج حتى هو غنشاركو معكم. المهم بيت نعاس البنات غنسوخ لنا موسيه، غنشوف تحت منها شحال من بقيت سستها وغنقربها للحيط. المهم غتشاركوا معايا، غتشوفوا معايا كلشي، اي حاجه درتها غتشوفوها معايا ان شاء الله. وكنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وما عليكم وراكم نتوما في القلب. ايوا هنا الخوت، من بعد ما خملت البيت نعاس وريتكم الشكل النهائي ديالو، جا زوين والله الا جا اتساع. وتا لا بغيتي بنادم لا بغى يصلي تما، وكان عندي شويه مضيق في الاول. ايوا دابا كبر ليا في العين ديالي واتساع ليا، وبغيت نصلي تما في البيت ديالي نصلي، ولا بغيت كاع نجلس فيه. ايوا هذا ما كاين الخوت، غيقبلوا عليا فهاد لا فيديو صافي. هذا ما كاين الخوت، راه اتساع في الخاطر البنات. كاين اللي عنده غير بيت وتبارك الله راه قاضي فيه حاجه وربى فيه الوليدات وكبر فيهم الوليدات. هذا ما كاين، الله يجيب لنا الرزق يا ربي وتسع علينا لهيه. اما هنا راه فايت. المهم البنات من بعد ما ستو وتشهوا ليا مسلمات رغايف عمرتهم بالكفته وجاو زوين البنات. والله الا ما شهيتكم فيهم. تقدروا الا عجبوكم تعتمدوا عليهم يعني تولوا ديروهم حتى في رمضان كيجيو زوينين. ومع هاد الوقيته ديال البرد والله الا هاد الرغايف عمرتو مع كويس ديال اتاي وحنا صدقنا واكلين شاربين. ما بقات البنات، ما بقات لا في اللحم، ما بقات لا في الدجاج، لا حتى شي حاجه. بنادم غير شي حاجه بسيطه راه بنادم تيقضي فيها الغرض. ايوا هذا ما كاين الخوت. المهم عجنت العجينه ديالي، درت فيها الفورص الابيض، ودرت الفينو، ودرت ملعقه ديال العسل شويه الخميره الفوريه والملحه. صافي عجنت العجينه ديالي وخليتها ترتاح. راك عارفين العجينه ديال المسمن، خليتها ترتاح. وجيت لهنا الحشوه، درت لهنا بصله شلطتها مزيان، والفلفله حتى هي قطعتها في الحادقه باش ياكلوها لي الوليدات. رققتها حتى هي بزاف، رققتها ايوا البصله، ودرت الزيت ودرت المقيله ودرت فيها التوابل كامله. درت الابزار، درت الكركم يعني خرقو معرق،
ودرت تحميره ودرت الملح، درت الكمون، الابزار، سكنجبير، يعني درت كلشي. ايوا وصافي غير الملون اللي ما درتوش. صافي هذا ما كاين الخوت، وكنشحر فيهم مزيان. ودرت التوابل ديال الدجاج هادو كينسمو حتى هما زوينين. صافي هذا ما كاين الخوت. وخليت البصيله ديال البصيله والفلفله تشحر ليا. من بعد ما تشحروا ليا هنا كنضيف البنات في الكمون حتى الاخير. عاد درت الكمون. المهم خليت هذاك الشيء يتشحر ليا مزيان. ودرت الكفته. كفته البنات اختياريه، بغيتو ديروا كفته، بغيتو ديروا الشحمه، كله اختيارو. بغيتو ديروا لا داند، طريفات ديال الدجاج، اي حاجه اللي عندكم في البيت ديالكم يعني تقدروا ديروها. ماشي بشروط عليكم تديروا كفته. انتم كنوريكم زعما راه غير خديت غير 10 دراهم. 10 دراهم راه خير البركه بالنسبه لي انايا. ايوا هذا ما كاين الخوت. المهم كنبشش الكفته ديالي في هذيك الفلفله وبصيله، وغنخليها حتى هي طيب معاهم. صافي هذا ما كاين. وفي الاخر البنات درت شويه السنيده باش تجي ليا محمره وشاده ليا اللوين ديالها. وبالنسبه لهاد المريقه خاصكم تنشفوها مزيان، حيت غادا ديروها في المسمن ما تبغيش يكون فيها الزيت. هذا ما كان. المهم انا كنبشش في ديك الكفته ديالي بشيشه كامله وخليها وغنسد عليها وغنخليها طيب. صافي هذا ما كاين الخوت. مهم تنشف، خاصكم تنشفوها مزيان، ما تخليوش فيها الزيت ديالها نهائيا. ايوا جيت لهنا المسمن البنات. دابا من بعد ما ارتاح ليا خليته ارتاح. دابا كنقطع فيه، راك عارفين كويرات على شكل مسمن، دوائر غنقطعهم كاملين. وعاد غنخليهم يرتاحوا، وعاد غنجي نورقهم. هذا ما كاين الخوت. غير البساطه هي كلشي البنات، والله الا البساطه هي كلشي. غير بالتاويل بنادم راه لا اله الا الله. واخا خرج ليا دابا انا كنمونطي معكم هاد لا فيديو، ولكن ما نعاودش لكم طرا ليا واحد المشكل. الحمد لله الحمد لله. بنادم ديما يكثر من الاستغفار، ولا اي حاجه صابته شي مصيبه كيقول انا لله وانا اليه راجعون. قلت لكم في الاول من بديت معكم الروتين ديال غرفه النوم، قلت لكم الا بقى ليا الوقت غنخرج الوليدات للمنتزه. ايوا ما كتبش ليا الخوت، ما كتبش ليا كسير غير في مشاك الله تا عجنت المسمن ديالي، وقلت زعما غناكلوه. وفي العشيه كنت دايره مع الوالده باش تجي عندي باش نخرجوا الوليدات. ايوا واش غنقول لكم الخوت، للاسف الشديد ما خرجناش. والتليفون كان صحه سلامه، حاطاه في الشارج صحه سلامه. ايوا مشات ليا الصوره ديال مشات ليا الصوره في التليفون. ايوا صدقت الخوت، ما خرجت ما والو، غير شربنا اتاي وكلينا هذيك المسمنات اللي وجدت. صافي وخرجت مباشره، خرجت القصريه عند واحد المول محل كنصاوبو نيت عنده التليفون ديجا يعني كيصاوب عنده مول الدار. ايوا مشيت عنده الخوت، اسفني وقال لي خاسره يعني مشات لك لافيشور. ايوا كي غندير الخوت وانا عندي قناه ضروري غتصاوبيها، واخا ما بنادم يعني ما موجودش عنده، ولكن اضطريت نصاوبو البنات. ايوا شوف قالك سير غير في مشاك الله. علاش الواحد ما تيقولش اشنو غندير واشنو غنفعل؟ ديما تيقولك اللي مكتب علينا الله الا مكتابه. هذا ما كاين الخوت. عمر الواحد ما يقول غندير ديما كيخرج. ايوا لا اله الا الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المهم هذا هو الرغيفات ديالي. صافي هنا فين غنخرج. والله الا هنا غنخرج البنات. ومشيت حطيته تصاوب، ودزت عند واحد السيده حلت هنا في قصريه محل ديال العطور. ما نعاودش لكم الروايه عندها كي دايرين. يلا مسكينه دارت افتتاح
وعندها الروايح واعرين. المهم راه في القيصريه، اللي ساكن في مدينه برشيد، راه غيدخل القيصريه لداخل، راه هي القنتانيه، كتبيع جميع الروايح اللي خطر في بالكم، وثمن يعني جد مناسب، غير اللي ما بغاش يتريح. انا مشيت البنات على بغيت ناخذ من عندها مسك الطهاره واعر البنات، ولكن للاسف الشديد لقيتها تقالت ليها. المهم راه دارت معايا، قالت لي تجي عندي ونجيبها لك، قلت لها واخا. المهم وانا ندير لها اشهار، قلت لها واش نصور لك المحل، قالت لي خذي راحتك. والله يعمرها دار واحد السيده اللي هي والاصدقاء ديالها، الله يعمرها دار، الله ييسر ليهم والله يسهل عليهم ساكن هما، يلا بداو هذا المشروع، الله يسهل عليهم وسهل على اي واحد دار خطوه ديال النجاح، الله يسهل عليه. هذا ما كاين الخوت، اللي نبغي لنفسي نبغي لخوتي. ايوا هذا ما كاين الخوت، هذا هو نهاري كيفاش خرج ليا. ولكن الحمد لله على كل حال، اللي جات من عند الله مرحبا بها. انا ما كنتش عالمه التليفون غادي يخسر ليا، كنت يعني عالمه غنخرج الوليدات غنخرجهم، ولكن ما الحمد لله ما خرجنا فين. ولكن ان شاء الله نعودها اليوم مره اخرى، نعودها اليوم يكون شي سبت ولا حد، ونمشي نديهم المنتزه ونصور لكم الخوت. ايوا هذا ما كاين، وما تنسونيش من اللايكات والبارطاج.